رحاب دار الناجي، دار الناجي سيدي عبد الرحمن. إذا كنلتقيو بكم اليوم في هذا الحفل المتواضع اللي في هذا الفضاء الجميل اللي هو قبلة للسياحة، قبلة يعني كل ما هو جميل. كنشكروا كل أطر وإدارة رياض الناجي على هذا الاستقبال الجميل. كنحتفلوا اليوم بمجموعة من الأخوات اللي حنا في إطار المسابقة الدولية لملكة جمال الأطلس اختارنا أنه مدينة القنيطرة لأنه بدينا بها عاصمة الغرب أنه تكون في هذا الموعد السنوي اللي احنا دائما في المنتدى الفني والإبداع المغربي والمسابقة الدولية لملكة جمال الأطلس. كنشكروا مجموعة من الفنانين المغاربة الحاضرين معنا واللي فاجئونا صراحة وحتى من خارج أرض الوطن. جاءنا فنان كبير من الشقيقة الجزائر، مايسترو وموزع موسيقي وملحن، وعنده الأعمال ديالو اللي كتسمعوها دائما كل نهار كتسمعوها، ما يسمى بالواي واي. ياك كنرحبوا بالأخ المهدي فؤاد أول التحضير من الصف. الفنان المغربي الكبير الشاب سيمون، ومعية طبعا أستاذ ناجي. وكنشكروا بزاف الطاقم التقني اللي سهر بزاف على المجهودات اللي هي كانت كثيره ما وراء الخفاء، واللي من ضمنهم منى دياموند النقافه ديالنا اللي عندها احسن لباس واللي لبستنا وسهرات معانا، لا هي لا صحاباتها هذاك الشيء ديالها الطوب اللي في مكناس وفي مدن عده وقنيطره طوب 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 ما شاء الله عليهم. شكرا، انتم اللي اجمل، انتم اللي زينتوا لي اللبس ديالي ربي يخليك. وكان شرف كبير انني لبست لهاد الانسات اللي داروا تاهم واحد المجهود في الاتقان باش يوصلوا باش يكونوا ملكه الجمال. منهم ملكه جمال الاطلس، منهم لا بروميير دوفين، دوزيام دوفين، وكان شرف ليا انني هذا العام لبستهم، وجيسبيغ اللي لبسهم كل الاعوام ان شاء الله يا المغرب ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي، وحنا نتمنوا كل عام نلبسوا من اللباس ديال منى دياموند. شكرا بزاف والله، وعند هذاك الشيء الطوب ما شاء الله، والله يكمل عليك بالخير، وان شاء الله نشوفوك في عده برامج ونشوفوك في عده ان شاء الله طوب دو طوب ان شاء الله. الله يسهل عليك، وان شاء الله نتمنوا انه الجمال ماشي غير هو غير الزين، وانما ثقافه ولباس وبحال منى دياموند اللي هي بزاف. بالنسبه لي انا اللي كنت في عضو في لجنه التحكيم، رحنا ما بازيناش غير على الجمال، راه بازينا على الجمال، على الثقافه، على زعما الاتقان لا على الاتقان، وعلى زعما لي زيفور اللي داروا باش يوصلوا،
وعلى بزاف الحوايج، وعلى عاوتاني اللباس التقليدي، وعلى بما انني انا في الدومين ديال اللبس التقليدي حاولت انني نحكم على كيفاش تلبس وكيفاش تقدم وكيفاش تعطي واحد تدير واحد المجهود انها تقدم اللباس التقليدي. حكمت من هذه الجهه، وكانوا معايا ناس اخرين في الدومين حتى هما ديال الثقافه اللي يحكموا على الملكات بالثقافه ديالهم بمجهودات ديالهم. والحمد لله وصلنا لواحد التصويت على ملكه جمال الاطلس اللي كانت احود، وانتم طبعا، وان شاء الله تكوني ملكه جمال ان شاء الله بالفضل ديالك، بالفضل ديالك ربي يخليك. فوالا تقاسمنا لحظات زوينه، كنا من بزاف ديال المدن، شاركنا بزاف ديال لي كاستينغ. المهم صراحه الامور كانت مزيانه. بالنسبه للناس اللي كيسولوا على شنو المعايير اللي كيتاخذ هذا المنتدى باش انه ينتقي ملكه جمال الاطلس الدوليه، فهو ما كاينش معيار واحد اللي هو الجمال كيف ما كيعرفوا الناس جميع، وانما اهم حاجه كينسيستيو عليها هو المستوى الثقافي، حيت ما كتبقاش مقتصره فقط على البلاد، يعني كتكون خارج البلد وكيكونوا بزاف ديال المبادرات اللي كتمشي تمثل فيهم البلد. فوالا دونك كيهتموا بالمستوى الثقافي كاول كريتير. من بعد عاد كيشوفوا بيان سور الجمال، وكيشوفوا واش هي فاعله، يعني كدير شي حاجه في المجتمع، يعني كديره ان بلس زايده شي حاجه للمجتمع. وفوالا هادشي اللي كاين. وكنشكروا المنتدى على هذه المبادره، وكنشكر دار الناجي على الاستقبال ديالو، وشكرا. انا هاد التجربه هذه جات سبونطاني، جات هكاك. الناس عجبهم اللبس، اقترحوا عليا انني واش ممكن نلبس الملكات. كانت 14 البنت تبارك الله. جيت كنت في فرنسا، جيت جيت المكناس بما ان الزوج ديالي من المكناس وفي قنيطره. وهاد التجربه بالضبط شجعتني اللي انا نقدر نكمل في هذا المشوار هذا. هذه المره كان ملكه جمال الاطلس. عندي دابا واحد الفكره ان احنا نديروا ملكه جمال الغرب وملكه جمال المغرب، ونديروها في الميم ستيل اللي دايرين في اوروبا. ان احنا نديروا ان غران ديفيلي بالنسبه للملكه اللي غادي تاخذ الجائزه. ان غران ديفيلي ديالها يكون في المدينه طبعا بمعاونه الدوله، تخلينا نديروا الديفيلي ديالنا. هذه هي الفكره اللي جاتني، وجيسبيغ اللي هاد الفكره اللي جاتني انهم يساعدوني، والناس نقدر الناس تساعدني لا بالافكار ولا معنويا. والمهم هذا اللي انا محتاجه له. كل واحد يدير المجهود ديالو وبثقافته. انا معاك، نقدر نساعدك باي حاجه تقدري تحتاجيها مني. الله يحفظك. هذه عطاتني فكره ما نبقاش في الدومين ديال اللبس والتنكافت، نمشي في لي ميس. ودابا بما انني من قنيطره بغيت ندير ميس الغرب، وكنظن استاذ ناجي حتى هو راه معايا في هذه الفكره، اقترحتها عليه هذه يومين. نبداو بميس الغرب، نبداو الكاستينغ في جانفي ولا في ديسمبر. جانفي هنا غادي نقدروا نتوجوا ونمشيو لميس المغرب ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. المغرب ديالنا راه كثير فيه الجمال وكثير فيه الفنانه اللي بحالك. الحمد لله كاين الجمال موجود البنات. وكنظن اللي لاحظت انا في قنيطره وفي هذه المنطقه هذه البنات متعاطين بزاف للدومين تاع المانكينه والدومين ديال الجمال كما قلتي تاع الموديل. وان شاء الله حنا المراه تحب كل ما في الجمال. نكملوها على الكمل على الله سبحانه وتعالى. الله يوفقك حبيبه ديالي ان شاء الله. بطبيعه الحال التحكيم ما شفناش غير الجمال لي بوزيو، شفنا جمال الروح، جمال الوقفه، جمال اللبس، جمال. المهم الحمد لله بيان سير. ومن هذا المنبر هذا كنشكر اللجنه اللي سهرات على التتويج ديالنا وعلى الاستعدادات الحفل وعده اشغال ما وراء الكاميرا، كنشكروها بزاف. والجمال هو ماشي غير الجمال ديال الوجه فقط والجمال ديال لاطاي، ولا كيعتمدوا بزاف على الجمال ديال الاخلاق، جمال ديال الثقافه. السلام عليكم. سميتي ليلى البكار، اصغر ملكه جمال الاطلس. واول حاجه كنبغي نشكر اللجنه المنظمه ديال ملكه جمال الاطلس اللي داروا فيا الثقه وتوجوني باصغر ملكه جمال الاطلس. وكنبغي نشكر دار الناجي اللي استقبلونا احسن استقبال. وكنبغي نشكر عمي ابراهيم اللي بلا به ما قدرتش نوصل لهذا المستوى. وكنبغي نهنئ لاميس عهود اللي صراحه تستحق
وكنبغي نشكر النقافه اللي لبساتنا منى ديامون. وكنبغي نوجه رساله للاباء، فإلا عندكم شي وليدات كنصحكم بانكم تدعموهم للحوايج اللي بغاو، الا كان عندهم احلام فتوصلوهم ليها. وكنبغي نوجه رساله كذلك للاطفال، فتشبتوا بالقرايه ديالكم، فإلا تشبتوا بالقرايه ديالكم فغادي القرايه غادي توصلكم للاحلام ديالكم كلها. شكرا. يا الرايح وين مسافر روح تعيا وتولي كذبوا العباد القبلين قبلك وقبلي. يا الرايح وين مسافر روح تعيا وتولي شحال كذبوا العباد القبلين قبلك وقبلي. شفتي علاش قلبك حزين وعلاش هكذاك الزوادي ندوم الشداوينا قريت تعلم وتدي. يا الرايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلكم كبي. يا الرايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين. روحي يا وهران روحي بسلامة 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 يا القلب كان يبغي كان كوين. إذا عويت للشدود أروحي مبلية إذا طاح اللي نخاف عليه. يا ليل 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 روحي يا وهرتنا روحي بسلامة 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 هالقلب كان يبغي كان بكوي. دعويتي للشدود راهي مبنية وإذا طاح الليل نخاف عليه. يا ليل 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 يا ليل. فتا قولوا شهدت عياني اللي غرامها خمنتاني طاني وبكاني هو اللي في البيانو قولوا شهدت عياني اللي غرامها خمنتاني طارني وبكاني وولفك كيف سهل وفروقك اني قدرت عنه. وولفك كيف سهل وفروقك اني قدرت عنه. أشهر ناس الجزائر وناس الجزائر وحبابنا